عليكم وأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة سنتحدث عن آخر حدث أقيم البارحة عن المسيرة الخضراء. وقبل أن نناقش هذا الأمر مع ضيفتنا الكريمة، أريد أن أشير إلى أن المسيرة الخضراء هي ملحمة تاريخية عظيمة في الذاكرة الجماعية لمغاربة الداخل والخارج، وتظل مصدر إلهام للأجيال المغربية بفضل قيمتها الوطنية ومبادئها السامية، وتستمر رمزا للوحدة والحرية. ومعنا في هذه الحلقة السيدة زهرة حمدي رئيسة جمعية أليونس، ستناقش معنا ما قاموا به البارحة في الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة. مرحبا بك أستاذة زهرة حمدي. شكرا بحضوركم. وشنو هي الجمعية اللي نظمت هذا الحفل هذا؟ شكرا لكم، شكرا لأخبارنا الجلية على هذه الدعوة الكريمة. إذن في إطار الاستجابة في إطار الاحتفال بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة، قامت جمعية أليونس اللي أنا على رأسها بتنظيم هذا الحفل البهيج وهذه الملحمة التاريخية وهذا اللقاء اللي كان وصفه المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني بصلة الرحم. وإحنا البارح قمنا بصلة رحم اللي كان جمعات واحد المجموعة ديال الناشطين، سواء جمعويين سواء صحفيين، وكانت هناك تغطية يعني في المستوى. كنتوا حاضرين بدون شك، وكنشكركم على الحضور ديالكم. هذا هو الحافز اللي خلانا حنايا يعني ننظموا هذه التظاهره هذه، لان هذا حدث، هذا موروث تاريخي واللي حنايا منذ نعومه اظافرنا يعني عشنا فيه وعشناه بجميع مراحله. وكان والهدف هو اننا هذا الموروث التاريخي نوصلوه لاجيال القادمه، أطفال رجال ونساء. كلنا عندنا واحد الرسالة مهمة جدا، لأنها رسالة تاريخية واللي كتحسم يعني في المكانة ديال المغرب في باقي يعني على المستوى الدولي. وهذه ذكرى المسيرة الخضراء اللي كان عندها اللي ضحوا فيها مجموعة 350 ألف متطوع اللي استجابوا لنداء صاحب الجلالة الحسن الثاني الله يرحمه. ماشي شيء بالهين، لأنهم قاموا بمسيرة سلمية، وإحنا ما قمنا به هو ملحمة، ما هو إلا صلة رحم باش نوصلوا هذا الحدث هذا. واللي قاموا به الأجيال السالفة هو مسيرة سلمية وبصفوف منتظمة كما قال المغفور له جلالة الحسن الثاني، بنظام وانتظام. أستاذة زهرة، كيفاش كتشوفوا التفاعل الشعبي مع التظاهرة اللي قمتوا بها؟ وهاد التظاهرة واش حققت الأهداف اللي كنتوا كترجوا منها قبل من أنكم تقوموا بها؟ التجاوب بكل صراحة أنا بالنسبة لي كان إيجابي جدا، إيجابي لأن كمان استطعنا يعني نجمعوا مغاربة العالم في واحد الساحة اللي ساحة سامبوليك من قلب أوروبا، القلب النابض لبلجيكا اللي هو وأمام البرلمان الأوروبي، باش نقوموا بديك الوقفة السلمية وديك التلاحم العظيم، ما هو إلا عربون لتجديد البيعة وتجديد الوفاء والولاء للعرش العلوي المجيد. وكنظن أن الهدف ديالنا كان هو أننا نجتمعوا في يعني بسلام ويدوز كل شيء على أحسن ما يرام، وهذا هو اللي كان البارح. وإحنا جد سعداء وما سخيناش بهذاك التجمع وهذاك العرس الجميل بكل مقاييسه. كاملين ما سخيناش بهذاك اللقاء العظيم وحالنا على المسيرة الخضراء في المغرب، خصوصا فاش درتوا داك لا مارش، يعني داك الاطفال حتى هما شاركوا في داك الحدث، يعني باش على الاقل تكون عندهم فكره كيفاش كانوا الاهل ديالنا وجدود ديالنا يعني كيمشيو على الارجل من اجل تحقيق واحد الهدف معين. استاذه زهره، كيفاش تساهمت هذه الظاهره في تعزيز روح الوحده الوطنيه، وكيفاش بالنسبه لكم رسخت قيم المسيره الخضراء عند الاجيال الجديده؟ انا ربما قلت بان كان حضور الاطفال، ولكن بغيتكم نتوما تعرفونا كيفاش بعدا جاتكم الفكره تشاركوا الاطفال في هذا الحدث. كنظن ان الاطفال ملي كيجيو كيساهموا كيشاركوا مع الاباء ديالهم ومع الاخوه الكبار ولا هذا كينطلق، هي تربيه من داخل البيت اولا.
يعني على الوطنيه ديال الانسان، لان اما ان تكون مغربيا او لا تكون. وهذا منك حنايا كنرسخوه للاطفال ديالنا، فلا يمكن انك تمشي ودير واحد التظاهره باش تعبر بها على الوفاء ديالك وعلى الوطنيه ديالك للبلاد ديالك، والطفل ديالك ما يتبعكش، بالعكس حيت كياخذك كقدوه، كيبغي يمشي على الخطى ديالك. وهذا هو اللي قمنا به البارحه، والكم الهائل ديال الاطفال اللي كانوا حاضرين، لدرجه ان واحد الطفل صغير مسكين بقى تيبكي لانه ما بقاش عندنا واحد العلم مغربي نعطيوه ليه. فرقنا كاع الاعلام وما بقاش ليا واحد، بقى فيا بزاف. ملي كتشوف داك التلاحم، فانا ملي شفتو شخصيا والله بكيت، جيتي تري ايمو تري كون جو فوا هذاك الناس ماجين وفرحانين باللي درابو ils attendent avec impatience هذاك التجمع وهذاك اللقاء الحميمي. شي حاجه اللي كتبقى عندها واحد الوقع كبير على النفس ديال الانسان، واننا ما يمكن الا نشجعوا. ودايوغ هي رساله اللي كنوجهها لجميع الاباء والاولياء ديال هاد الاطفال، انهم يكملوا في توصيل هذه الرساله وترسيخ روح الوطنيه وحب الوطن للاولاد ديالهم، لانهم هما اللي غيحملوا المشعل فيما بعد. نعم أستاذتي الكريمة، يعني الكلام اللي قلته كيحيلنا على الخطاب جلالة الملك. وفعلا شار على أن يعني مغاربة الخارج عندهم واحد الدور وحلقة وصل بين حب بين يعني مغاربة العالم وبين مغاربة الداخل وحبهم للوطن. بغيتكم يعني تشيروا لنا خطاب الملك شنو يعني كما غادي نقولوا شنو ضاف للجاليه المغربيه، وشنو هي الاشياء اللي خلاتهم انهم يزيدوا يتشجعوا يحضروا البارح. وشنو يعني انا لاحظت البارح الناس كيتحدثوا بواحد الشكر كبير لجلاله الملك. قال لك جلاله الملك ربما حنا عندناش الاهل، ولكن ديما جلاله الملك كيفيقنا وكيقول لنا انا معكم وانا دائما معكم. استاذه الكريمه، يعني ممكن يعني تقدري تشرحي لنا اكثر في هذا الموضوع؟ طبعا جلالة الملك دائما مهتم بالشعب ديالو سواء خارج الوطن أو داخل الوطن، ولكن ديك الالتفاتة المميزة والخاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء هنايا في بلجيكا أو في باقي بقاع العالم، فهي التفاتة اللي كتأثر في نفسية المغترب، لأن كونه بعيد عن الوطن وكونه أنه كيبغي حتى هو يشارك في مظاهرات وطنية باش يعبر على تقربه من الوطن، لأن رغم المسافات فأنا أحب وطني. يعني كوننا أننا بعاد عن الوطن ما كيمنعناش أننا نبغيو بلادنا وأننا ندافعوا على الوحدة ديال البلاد ديالنا وعلى كل ما يمثل مغربيتنا، وبالخصوص في قضية الصحراء المغربية، لأن هذا موضوع يعني تم إغلاقه. فالصحراء مغربية، أبا كره من كره وأحب من أحب. فالالتفاتة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجالية المغربية هي في حد ذاتها حدث تاريخي اللي خصنا نفتخروا به وناخذوه بعين الاعتبار، لانها كتكلم على اعاده هيكله المؤسسات الجاليه، وهذا في حد ذاته شيء جميل جدا، ولانها كانت هي من بين مطالب الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج باش يتعطاها اكثر اهتمام وتتم الادماج ديالها في كل ما يخص القضايا الوطنيه، وحتى في المشاركه بالنسبه للمسائل السياسيه في البلاد والتنميه الاقتصاديه، لان الجاليه كتلعب واحد الدور مهم في الاقتصاد ديال البلاد، كونها انها كل سنه كتمشي يعني حامله كل الحب وكل كل ما الاطفال كل شيء باش كيعبروا على حبهم للوطن. يعني لو ما يحبش بلاده ما غاديش يهز رحاله، ما كيتسنى في ديك الوقيته ديال العطله باش يمشي ياكد حبه للبلد ديالو، وكيجي بالذخائر اللي كيجمعها هنايا وكيمشي يحطها في البلاد. كاينين مستثمرين، كاينين ناس تيخدموا تيحطوا في البلاد تيستثمروا في البلاد، وهذا شيء مشجع وشيء جميل جدا. نعم، كتبقى هذه التفاتة طيبة من جلالته، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل ويخليه دائما دخل لمغاربة العالم ومغاربة الداخل. أستاذتي الكريمة، بالنسبة لكم واش عندكم شي خطط مستقبلية كتهم يعني أنشطة أخرى يعني في التظاهرات المغربية؟ طبعا هذه ما إلا بداية، وإن شاء الله مشاريع كثيرة، وكما قلت القادم أفضل، وإن شاء الله نهيئ لها كما ينبغي. كاينه هناك مشاريع، والسنه المقبله ان شاء الله اذا احيانا الله ستكون مسيره يعني لم يسبق لها مثيل ان شاء الله في هذه الارض السعيده هذه.
وكاين مشاريع اخرى ثاني بالنسبه لاعياد وطنيه اخرى كعيد العرش حتى هو كنهيئوا ليه ان شاء الله، ولقاؤنا في يعني في شهر 7 ان شاء الله في برنامج جديد مع عيد العرش، وغادي ان شاء الله يكون داكشي في المستوى المطلوب واكثر. اذا نعتبرها دعوه لمغاربه العالم انهم يشاركوا في الانشطه اللي كتهمنا حنا كمغاربه العالم وكتهم الوطن ديالنا الحبيب. استاذه الكريمه، شنو هي رسالتكم لمغاربه العالم بمناسبه هذه الذكرى العظيمه؟ الرساله ديالي بالنسبه لجميع مغاربه العالم بالنسبه بمناسبه الذكرى 49 للمسيره الخضراء، استمروا في نشر هذا الحدث هذا، هضروا فيه مع وليداتكم مع الشباب. خصنا نجيبوا الشباب اكثر واكثر انه يكون مهتم بالقضيه المغربيه وخاصه بقضيه الصحراء المغربيه. شكرا لك استاذه الكريمه على الحضور ديالكم معنا، وشكرا على تنظيمكم هذا الحدث اللي جمع مغاربه العالم. ربما كان الحضور على على حد علمي كان من فرنسا ومن المانيا من هولندا ومن بلجيكا كذلك. شكرا لكم وشكرا للاشخاص اللي بحالكم اللي كيفكروا دائما باستمراريه العلاقه ما بين مغاربه العالم ومغاربه الداخل. مشاهدينا الكرام، ندعوكم الى لقاء اخر وشكرا لكم جزيلا. روبورتاج أخبارنا الجالية.